أكلتنا لليوم أكلة كورية، هي فطر بالبطاطا أو فطر البطاطا. كتير طيبة ومميزة، وهيك رح يحبوها كتير ولادكن، رح تزين لكم سفرتكن. كتير حلوة وكتير سهلة وكتير طيبة. اوكي، بدنا حبتين بطاطا مسلوقة بنمعصن مع كوب من النشا، ملعقة صغيرة ملح، نص كوب مي، وبنعجنهم. بس كتير مهم نحنا اول شي بنمعس البطاطا بالاول هنو سخنين مع ملح. اوكي، وبترجعوا بس يبردوش بترجعوا بتحطوا عليهم كوب من النشا ونص كوب من المي، بتعجنوهم مع بعض لتصير هيك مثل العجين. تعملون هيك كرات صغيرة كرمال نشكلهم شكل فطر، وبنرجع بنجيب حيلا قنينة، ببوز القنينة بنعملها مثل ما انتو شفتوا هلق، بتطلع معنا شكل فطر. هلا بتشوفوها كورناها، غطينا بوز القنينة بالنشا ورجعنا سويناها هيك. تشوفوا كيف طلعت حلوة، سهل كتير طريقتها وكتير مهضومة وكتير حتى طيبة. هلا بتشوفوا الصوص اللي قلب بشهي. ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو، اذا مش عاملين متابعة اعملوا متابعة واعملوا كومنت. اوكي، بس نعملهم بهيدا الشكل. بنرجع بنسلقهم بمي مع رشة ملح لمدة 3 دقايق. بعد 3 دقايق دغري بنشيلهم، بنحطهم بمي مسقعة لمدة دقيقتين. هيك بتكون خلصت الفطر. اوكي، بنضيف فوقهم شي ملعقتين بصل اخضر، ملعقتين صويا صوص، ملعقة ثوم مهروس، ملعقة صغيرة سكر، ونص ملعقة صغيرة بابريكا. اوكي، وبنرجع بنحط 3 ملاعق زيت نباتي على النار، وبنرجع بنحطهم فوق هيك الفطر وبنقلبهم مع بعض مع رشة ملح. هيك بتطلع النتيجة كتير طيبة كتير طيبة، والصوص اللي لها كمان كتير طيبة. جربوها وصحتين.